حبيبي عبادك يا رب. النهارده المكان اللي احنا فيه جمع بين العثمانيين والفراعنة في مكان واحد من غير ما يتقابلوا. عشان نعرف تفاصيل أكتر يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. المسجد اللي احنا فيه النهارده تم بناؤه سنة 1147 هجرية 1734 ميلادية، وأسسه الأمير عثمان كتخدة القزدغلي اللي تولى أكتر من منصب وكان له شهرة كبيرة في عصره، وكان محب للخير لدرجة أنه أوقف الكثير من أملاكه للإنفاق على هذا المسجد حتى بعد وفاته. وتبلغ مساحة المسجد 710 تقريبا متر، وهو عبارة عن صحن مكشوف تحيط به 4 إيوانات أكبرها إيوان القبلة، وتم تغطيتها بسقف خشبي عليه زخارف نباتية بالألوان الزيتية. أما عن أرضيات المسجد فهي من الرخام والحجر الجيري، والجدير بالذكر إن مدخل المسجد وأعتاب أبوابه من رخام الجرانيت ذات الأصل الفرعوني، وطبعا ده واضح من النقوش اللي ما زالت موجودة حتى الآن على تلك الأعتاب، بالإضافة إن في عمدان من الجرانيت فرعونية الأصل داخل المسجد مع عمدان الرخامية ما بين الروماني والبيزنطي. وكعادة المساجد قديما يوجد بالمسجد بئر اللي كانوا بيستخدموه في الوضوء، ويحيط بالمسجد من الأعلى آزار خشبي نقشت عليه كتابات قرآنية، وتوسط إيوان القبلة محراب مجوف من الرخام بين عمودين باللون الأخضر لهم تيجان على شكل مقرنسات، ويعلو المحراب نافذة مستديرة مكتوب عليها الله محمد أبو بكر عثمان. وبجوار المحراب منبر خشبي مصنوع من خشب الخرط، والحشوات المجمعة في صورة جمالية ذات طابع مميز. وفي المسجد عدة نوافذ من الزجاج المعشق الملون اللي بيدي جمال للمكان تميز به العصر المملوكي. أما مئذنة المسجد فهي على شكل اسطواني بتنتهي على شكل مسلة مدببة أو ما يشبه القلم الرصاص، وده كان حاجة بتميز المعمار العثماني في ذلك الوقت. ويقال إن يوم افتتاح المسجد تم إعداد مأدبة كبيرة لإطعام الناس، وتم توزيع دراهم على الفقراء وتقديم الماء المحلى لكل الحضور. والطريف إن مؤسس المسجد الأمير عثمان كتغدة حضر متأخر شوية، ولما وصل ما لقاش مكان بين المصلين في المسجد، فاضطر نتيجة الزحام الشديد إنه يروح يصلي في جامع تاني. والجدير بالذكر إن الأمير عثمان لم يبخل على المسجد لدرجة إنه قام بتكليف 4 مؤذنين لرفع الأذان، كمان منادي يتجول في الأسواق في أوقات الصلاة ليحث الناس على أداء الفريضة. يا ترى عرفتوا إحنا كنا فين النهاردة؟ إحنا كنا في مسجد الكتخدة، والمعروف حاليا باسم الكخية بحي الأزبكية. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وياريت ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، والسلام عليكم.